صباح الخير يا حلوين. بصوا انا لسه عامله اكل واكلاه، بس عايزه احكي لكم كده حاجه بسيطه. انا طلعت كيلو لحمه مفرومه المفروض علشان اعمله حواوشي، فعملت منه حواوشي. والنهارده كمان من شويه عملت منه كفته بالكريمه واتبقى، لان انا طلعت كيلو، فيوم كلت فيه الحواوشي ويوم عملت فيه كفته بالكريمه، فبقى شويه لحمه مفرومه على رز على شويه كفته على شويه كريمه. دي كانت اللحمه المفرومه بتاعه الحواوشي اهي واضحه يعني. فعملت ايه؟ بصوا بعجنهم كده مع بعض عشان اللحمه المفرومه بتاعه الحواوشي كانت نيه مع الرز مع شويه الكفته، وعجنتهم كده كلهم مع بعض زي ما انتم شايفين، وهحطهم في طبق وهنزلهم تحت القطط. طبعا هاخده بقى من هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هحطه في الطبق ده بعد ما عجنتهم كويس كده في بعض اهو، علشان ادخلهم كلهم كده مع بعض. عايزه اقول لكم يا جماعه بلاش ارجوكم يعني اكل حمضان، مش عارفه ما بحبش احط لهم اكل حمضان خالص. الاكل ده كان في الثلاجه ومحافظه عليه، لسه عامله منه واكله، بس خلاص يعني انا كفته خلاص مش قادره. عملت حواوشي وعملت كفته بالكريمه، فخلاص كفايه يعني مش هاكل منها تاني. فاهو وهنزله لهم تحت وبالف هنا. بصوا بقى انا هاخده كده وهفتح الباب وهنزل اوديه لهم. بصوا يا جماعه انا بصور لكم علشان تعملوا الحركه دي بجد. يعني الحيوانات اللي في الشارع دي بتصعب عليا. انا الموضوع ده متعلماه من ماما كانت دايما في البلكونه عندها بتحط للقطط سوري في البلكونه في القطط بتحط للعصافير والغربان والحاجات دي. بصوا هو انا بحط لهم عند الشجره، هم على طول بيجوا يقعدوا هنا، بيجوا على طول. بصوا برمي لهم الاكل هنا هم بياكلوه، يعني لو ما لقيتهمش هم بيجوا بياكلوه. هسيبه كده بقى هم هيجوا ياكلوه، وبعدين انا بنزل اخد الطبق تاني. ما عندناش حد في مدينتي هنا بيقدر ياخد الطبق. بس كده، واعملوا كده بنات وجزاكم الله كل خير.